السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي ليمون مخلل. انا عندي هنا ده كيلو ونص ليمون مخلل، ليمون اخضر قصدي. تمام، عشان لسه الاصفر ما بي مش دلوقتي، لسه في اخر 8. كان الاول بيجي في الشتاء بس الايام بتلف. ان شاء الله الليمون الاصفر والزيتون هيبقى في اخر 8 باذن الله، وهعمله معاكم باذن الله. وعندي ده نص كيلو فلفل حامي. انتوا بقى حامي على بارد، انتوا بقى حامي بارد زي ما يكون. هنجيب هنا عندي كده، انا عندي الليمون دوت غسلاه كويس. تمام. هنجيب عندي كده هنا ميه، هننزل كده عليه ميه لحد ما نغطيه ميه. عندي كده هنا اهو الليمون بتاعنا اهو، غطيناه بالميه. هنرفعه بقى على النار. بصوا انا عندي هنا الليمون اهو، حطيناه على النار. هنسيبه بقى هو يا دوب غلوه او اتنين، غلوتين بس بالكتير قوي بس، وبنقفل عليه وبنسيبه شويه. مش عايزينه يتهري عشان هو كده كده بيتخلل في الميه. وبنقفل عليه وبعد كده بنشيله من الميه دي، او بنشطفه من ميته، وبنرجع نعمل له الميه بملح والتحديقه بتاعته. وعندي هنا ده الفلفل، انا هخرمه دلوقتي واوريه لكم. هنسيب بقى الليمون على النار. وعندي ده برطمان بياخد 2 كيلو ليمون وفلفل. هنعمل 2 كيلو ليمون على فلفل. تمام. بس هنسيب بقى الليمون يستوي، وبعد كده هرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده الليمون بتاعنا اهو خد غلوتين. هنسيبه لما يهدى خالص، وهنغير الميه بتاعته. وعندي هنا البرطمان اهو والملح بتاعي اهو. هنجيب طبق بقى وهندوب في الملح، ودي الشطه. ده الفلفل اهو انا عملته. بصوا الحتت اللي مش كويسه شلتها وخرمناه، كانك هتقليه كده بتحمريه عشان خاطر الملح يخش جواه. انا هسيب الليمون يهدى وهرجع بقى اعمله معاكم. زي ما انتم شايفين كده عندي ده هنا 2.5 لتر ميه. وعندي هنا دي بابريكا، انا مش هحط شطه حمرا عشان انا عندي هنا الفلفل ده حامي. وعندي الليمون انا اهو شيلته في صفيت الميه وغسلته تاني. في ناس بتعمله بالميه بتاعه السليق بتاعته، لا انا ما حبيتش عشان جربتها قبل كده. بتبقى برده المراره ما بيستويش بسرعه، المراره ما بتروحش منه بسرعه. وعندي الملح اهو زي ما انتم شايفين. هنحط بقى هنعاير بقى كده الملح والفلفل اهو زي ما انتم شايفين. هنبتدي كده مع بعض. هننزل الملح حوالي مثلا نص كيس، لو احتاجنا، ما احتاجناش خلاص. وهدوب بقى واظبط الملح. عندي هنا اهو ابتدينا كده، حطينا كده في القاع بتاع البرطمان الفلفل زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى وبعد كده احط ليمون زي ما انتم شايفين كده. عندي الميه اهي دوبناها، حطينا لها معلقتين صغيرين بابريكا، والملح ظبطناه. من الملح هنا عندي لنص كيس ملح. ولما نشوف لو احتاجنا ميه تاني هنحتاج ميه تاني ولا لا. هكمل وهجيب كده عندي فلفل اهو تاني. تمام. انا هكمل بقى بعبيهم وهرجع اوريكم هنعمل ايه تاني. وادي كده الشكل اهو، شكل البرطمان بتاعنا. بصوا زي ما انتم شايفين الجمال. طبقه حاطين رق فلفل ورق ليمون، واخر طبقه اهي معانا الفلفل. عندي هنا الميه جاهزه اهي، هعبيها بقى. انا ما حطيتش شطه حمراء، في العادي بحط شطه حمراء لو الشطه عندي هنا بارده شويه. هعبيها بقى واوريهولكم. ده كده شكل البرطمان بتاعنا بعد لما خليناه زي ما انتم شايفين كده. شايفين الجمال والحلاوه. هيقعد بقى قد ايه؟ ممكن الفلفل كمان يستوي قبل الليمون. يقعد مثلا من اسبوع ل10 ايام بالكتير قوي، تاكلي احلى ليمون. وده كان الفيديو بتاعنا، يكون بقى مفيش مراره فيه خالص. حاجه سهله وبسيطه. واي مخلل موجود، احنا ما بنكترش برده من مخللات الحاجات زي دي. مره سلطه مره مخلل، عشان كتر الاملاح مش حلوه برده. بس هو افضل بكتير من ان انا اروح اشتري ب5 جنيه وب10 جنيه مخلل ما بقاش فيه ب5 جنيه كمان، ويعني ملوش طعم. دي حاجه في البيت، حاجه نظيفه انت عاملاها، جالك حد على غفله، مفيش سلطه هتحطي منه. حاجه سهله وسريعه. وان شاء الله باذن الله هعمل معاكم فيديو الليمون المعصفر.
انا كنت عملته قبل كده، هعمله معاكم تاني هو الزيتون، وهعمل معاكم الزيتون الاسود والاخضر ان شاء الله. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واللي ما اشتركش يشترك في قناتي على اليوتيوب، يوميات واكلات ام دينا.